وبركاته. خد بالك كويس جدًا وأنت بتسمي أولادك أو أنت بتختار لهم أسمائهم وبتدوّنها في شهادة الميلاد، لإن ممكن حضرتك تتعاقب بعقوبة جنائية. عايز تعرف إيه الحكاية؟ تابع الفيديو معايا للآخر وأنت تعرف إيه اللي هي الحكاية. طبعًا اسم الإنسان هو الاسم اللي بيفضل ملاصق وملازم ليه طول حياته، واتعددت الأسماء ديّة ما بين القديم وما بين الحديث، ولكن في أسماء محرمة دينيًا، وفي أسماء بتتعارض مع نظام الدولة أو بتخالف نظام الدولة، فبالتالي لا يجب علينا إن إحنا نسميهم بهذه الأسماء على أساس ما نقعش تحت طائلة القانون. وقانون الأحوال المدنية وضع لنا ضوابط، الضوابط ديّة المفروض إن إحنا نلتزم بها. المادة 21 من قانون الأحوال المدنية نصت على إنه لا يجوز أخين أو أختين إنهم يشتركوا في اسم واحد. كمان ما ينفعش إن إحنا نسمي أسماء أولادنا بالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. وكمان ما ينفعش إن إحنا نختار لأولادنا اسم من الأسماء المركبة والمخالفة للنظام العام للدولة. في حالة خالفنا نص المادة دهوّة بيتعاقب الإنسان بدفع غرامة وقدرها 200 جنيه. ولكن في مشروع دلوقتي في مجلس النواب عايزين يغلظوا العقوبة ديّة عشان توصل إلى الحبس والغرامة. عشان كده ما ينفعش إن إحنا نسمي أولادنا بأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى زي قدير أو رحيم أو ملك أو قدوس أو غير هذه الأسماء. وكمان ما ينفعش إن إحنا نخلي 2 من أولادنا أو بناتنا باسم واحد، وما ينفعش أيضًا إن إحنا نسمي أولادنا بالأسماء المركبة. ودي كانت نصيحتي ليكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.